الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة شهر رمضان المعظم، نظمت جمعية حماية الأسرة بتطوان ندوة علمية حول السيرة الذاتية للعلامة الفقيه والأديب والشاعر سيدي عبد الله قنون. سيدي عبد الله قنون يعتبر شخصية بارزة في المملكة المغربية الشريفة. سيدي عبد الله قنون الذي كانت ندوته اليوم بحضور أسرته الكريمة. سيدي عبد الله قنون يعتبر أحد أعمدة في المشرق العربي والمغربي. وكل سنة احنا كنحتفلوا بتكريمات ديال العلماء والفقهاء، من بينهم الذي تم تكريمه هو العلامة اسماعيل الخطيب رحمة الله عليه، والعلامة محمد العقل الخطيب، والعلامة الشيخ سامي الوزاني، والرائد المسرح رضوان حدادو. واليوم تم التكريم ديال سيدي عبد الله قنون. وكما سيتم إن شاء الله بعد شهر رمضان تكريم شهيد الصحافة المغربية وهو سيدي عبد السلام ماشان إن شاء الله. والله يوفق الجميع وشكرا. أننا لا نستطيع إلقاء حق علامة الجليل سيد عبد الله قنون كما يجب، ولكن أسرته الكريمة حاضرين اليوم خير دليل على أنه كان لهم وسيبقى دائما أب وحنون والعلامة وأديب الذي استحق عن جدارة اللقب هذا الشبل من ذاك الأسد ومن أشبال من ذاك الأسد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا سي الحاج على الكلمة المعتبرة. طبعا ترحيب خاص بعائلة المرحوم عبد الله قنون. شكرا جزيلا على تلبيتكم الدعوة، ورحم الله الفقيه وجعله ان شاء الله من الصالحين والمقبولين عنده. الحضور الكريم كي لا نطيل عليكم طبعا نمر مباشرة ان شاء الله مع مداخلة الدكتور احمد طابش البفراحي الادريسي، والذي وسمها بعنوان عبد الله قنون عالما. ان شاء الله نستجمع طبعا جميع المعلومات. لما اتصل بي اخ رئيس الجمعيه سيدي محمد بن الحاج ليكون طرفا في هذا المحفل العلمي الذي اسمه بالبهيج، لانه يتعرض لفلتة من فلتات الزمان. فسيدي عبد الله لم يرى مثله قط بعده في تعدده وفي موسوعيته وفي إتقانه للغات. لبيت هذه الدعوة على الفور، وسبحان الله وكأننا كنا في اتصال ذهني. بالأمس انضممت إلى مجموعة البحث في تراث سيدي عبد الله من طنجة. اقترح علي الإخوة بطنجة أن أنضم إلى هذه المجموعة لأنهم يعلمون على أنني مهتم بهذه الشخصية. بمجرد ما انضممت إلى مجموعة البحث في تراث سيدي عبد الله اتصل بي سي محمد بن الحاج يخبرني على أنه تم اقتراحي في ندوة تتعرض لسيرة هذا الجبل وهذه القامة العلمية الجميلة. فبعد عودتي إلى البيت قلت والله سأعيد شريط الدرس الحسني الذي ألقاه فضيلة العلامة المفكر المغربي الأديب سيدي عبد الله أمام حضرة جلالة الحسن الثاني طيب الله ثراه. أعدته 3 مرات، فبنيت على ذلك هذه المداخلة. أعدته 3 مرات درس، وجدت فيه عالما متفردا حقيقة بمعنى الكلمة.
متفرد نسج وحده، ولم تلد أم بعد مثله، نقولها ونتحمل كافة المسؤولية. فهذه المداخلة سأحاول إن شاء الله تعالى عملا بمقتضى المنهج، وإلا سيكون الكلام سبهللة منفلتا من أي ضابط ومن أي قيد أكاديمي منهجي علمي. مداخلتي ستنتظم في 5 محاور، مع غياب العنصرين من الندوة سأحاول أن أتطرق إلى جوانب في شخصية سيدي عبد الله التي لم تكن عندي في الحسبان، وهي شخصيته الأدبية، لأنني رجل علم شرعي ولست رجل أدب، لكنني أعشق الشعر والأدب وضروب الشعر، بما في ذلك حتى الحر محمد أهوال، حتى الحر الذي هو منفلت من كل قيد، كما قال عباس محمود عقاد في مدرسة الديوان عندما سئل عن الحر قال: حر من ماذا؟ حر من ماذا؟ حر من أي قيد؟ ولكن تلقى الحر مع نزار، مع محمود درويش، مع قعبور، مع واحد مجموعة القامات في الشعر الملتزم أثبتت لهذا الشعر حضوره ووجوده. إذن أول شيء مقدمة كالعادة، الطريقة الكلاسيكية العادية في الأدب العربي. هنا سنقف على شخصية سيدي عبد الله واضحة جلية بكل سهولة ودون تكلف. قراءة مقتضبة سريعة موجزة، طبعا بمقتضى الوقت المسموح والمتاح، ونحن في نهار رمضان. آخر محور وهو بيت القصيد ومربط الفرس كما تقول العرب. سيدي عبد الله قنون عالم بأمة، سيدي عبد الله قنون عالم بأمة. الاحتفاء بالعلماء شيء جميل، من مواقفه البطولية جريئة من أجل إجلاء المستعمر والاحتلال، وكيف كانت كتاباته في المجلات والجرائد تهفو بالحرية وبالعتاق. ولد سيدي عبد الله قنون 16 تربيع 1908 بفاس. الحمد لله الذي أنني أتقاطع معه في مدينة فاس، لأنني خريج فاس، خريج جامعة قرويين فاس، كلية الشريعة والقانون، أيام المشايخ والعلماء، ترديد غازي الحسني، محمد السقلي، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ المصرية، المزغراني، أبو العقيق. الحمد لله نتقاطع معه تربة مدينة فاس. فاس وكل شيء بفاس، فاس العلمية، تاريخ، حضارة. أول ما يفعل العالم المغربي يحفظ كتاب الله عز وجل، حتى إن لم يحفظه كله فاقرأوا ما تيسر منه، على الأقل حزبين 13 15 20 30 45 2 حزب، صور، آيات. هذا هو المغربي، لأن علاقته بكتاب الله علاقة ود، علاقة تلازم بلغة المناطق. حفظ كتاب الله على يد والده سيدي عبد الصمد، ثم أيضا على يد الشيخ أحمد بن محمد الحسيني وغيره من علماء طنجة. ثم انتقل بعد ذلك إلى العلوم الشرعية فتبحر فيها وأجاد وأفاد، واللغة العربية والتفسير والتاريخ
اهتم بالأدب، بالشعر، بالصحافة. استطاع سيدي عبد الله الجنون بعصامية أن يتقن 3 لغات: إسبانية، فرنسية، بالإضافة إلى العربية. نادرا ما نقف على عالم يتقن أكثر من لغة، وهي من المعيبات. من المعيبات طبعا، لأن المفترض فيك أنك ستحاور المخالف، وأنك ستغادر التراب، وسيطلب منك محاضرة أو درس. إذا لا بد لك من مترجم، وهذه من المعيقات، من معيقات العالم. لكن سيدي عبد الله لم يفتح الباب والمجال لهذه الإعاقة. بجهد عصامي استطاع أن يتقن هذه اللغات. في 20 في الأعمار ديالو كان سيدي عبد الله الاسم ديالو مشى في الآفاق. 20 سنة 20 سنة كان الاسم ديالو يتردد على لسان المغاربة. ملي كنقول المغاربة كنقول على مستوى الإقليم مغارب، وكنقول على مستوى المشرق بمعنى حتى في الوطن العربي. سيدي عبد الله بدا كيتكلموا عليه الإسلام. صحيح. صحيفة الميثاق اللي هي لسان جماعة العلماء القرويين التي كان عضوا في مجلس إدارتها. سيدي عبد الله تعطت له العضوية في واحد المجموعة ديال المجاميع، واحد المجموعة ديال المجاميع علمية وأكاديمية مختلفة في الفقه، مجمعات الدراسات الفقهية، مجمعات الدراسات الإسلامية، مجمعات الدراسات اللغوية، في القاهرة، في عمان، في بغداد، في دمشق، القاهرة. أول من سيؤسس مدرسة حرة في طنجة سيدي عبد الله بن أول مدرسة حرة. علاش؟ هذا هو السؤال. أنا ما كيعجبنيش المعلومة في حد ذاتها بقدر ما أبحث عن التعليل. لماذا؟ أول من دشن مدرسة حرة في طنجة سيدي عبد الله بن لاعتبار واحد. هو شنو؟ هو سيدي محمد إيقاظ لا درجوها، ولكن لا، ردا على المستعمر الذي اضطهد اللغة العربية، كما أنه اضطهد المواد الدينية في التدريس. هذه تكفينا، وإلى هذه تكفينا. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه. بحال اللي يعملوا شي بعضهم ياكلوا ويشربوا، وسير لهذا الموقع واجي لهذا الكرسي وسير لهيه وغنينا شد عليا هذاك وهو يجلس ترانكيل كلشي وصل ليه. سيدي عبد الله لا، مدرسة حرة. بعدما كتب للفرنسيين أنكم تحاولون جهد الإمكان طمس هوية الشعب المغربي بالقضاء على لغته التي هي مكون من مكونات هذه الهوية، كما أنكم تعملون جاهدين لإلغاء المواد الدينية من التدريس رغبة منكم في تجريد هذا الشعب من هويته ومن إسلامه ومن لغته. وقل للمستعمر الخراج، ولكن وقيل فرخ. محاولة جادة لضرب الدين ولضرب اللغة إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم، إلى الساعة، إلى حدود الساعة، إلى حدود الساعة محاولات جادة لضرب القطع من الدين والمحكم من الدين واللغة العربية، لأن ذهب مشتي اللغة العربية لأنها هي اللغة باش كنقراو القرآن وباش كنقراو السنة
وباش كنفهموا هذا الدين. أبو منصور على جمعيه من خلال جمعيه حمايه الاسره. ايوا كيفاش كان هذا اليوم هذا، كيفاش مرت هذه الندوه هذه، كيفاش كانت ظروف الندوه الاستاذ ديالنا، كيفاش كان تفاعل الحضور مع الندوه؟ لكم الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الحقيقة كنا في ندوة أقل ما توصف به أنها ندوة أعطت في كثير من جوانبها وأضاءت في كثير من فقراتها جوانب مهمة من شخصية فقيد الأمة العالم الفقيه المفكر المغربي سيدي عبد الله قنون. بالنسبة لي تناولت جانبا من جوانب هذه الشخصية المتعددة، هو الجانب العلمي، وكانت مداخلتي التي وسمتها بسيدي عبد الله قنون عالما. وقفت عند هذه النقطة طويلا معرفا بنشأته وتحصيله للعلم والعلوم، وكذلك لإنتاجه وإبداعه في مختلف صنوف المعرفة بما فيها العلوم الشرعية. ولعل أبرز كتاب الذي كان له الفضل على المغاربة في تعريفه بالأدب العربي هو النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي قيل عنه الكثير. الجميل اليوم هو أننا أحيينا ذكرى غالية على نفوسنا، ذكرى وفاة هذا العالم، هذا الكريم، هذا الكبير، نجدد عليه الرحمات. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لموقعكم الإعلامي الذي عودتمونا دائما على أنه في الحدث ومع الحدث، وتغطون دائما أنشطة تطوان الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية. بارك الله فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا وأيام مباركة إن شاء الله. وهذه الجمعية المحبة لأن الصديق الحاج بصراحة دائما ونبتدي جات يكون واحد المجهودات كبيرة، يعني هو يشتغل ويجد في عمله لكي تكون مثل هذه الأنشطة، ومعه سيدي أحمد محمد الصديق كذلك. وهذا الحضور النوعي، هذا الحضور الذي خصص هذه الفترة الرمضانية في يوم رمضان وفي هذه العشر الأواخر لكي يستمع لأنفاس وآثار سيدي عبد الله قنون من طرف باحث جليل عرفت فيه عمق الرؤية والتصور والصياغة والقول وحتى الكتابة. لا بد أن يكون هذا الجمهور أو هذا المتلقي محبا، أن الذي يزهد بهذه الوقت هذا لا بد أن يحب أهل العلم، وكل من أحب أهل العلم فله حظ معهم، اللهم احشرنا معهم. هذا أقول. أما عن التكليف أقول واسمحوا لي وبكل صراحة، عندما طلب مني أو عندما أخبرني سيدي الحاج الصديق العزيز بهذا التكريم، حقيقة أنا كنت قد قلت له لا داعي، لأن أستحضر عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنا أقول تنصل على هذه الآية الكريمة وماذا أعطينا حتى نكرم، ولكن أستحضر كذلك أن ربي أكرم الأكرمين، وأن الله سبحانه وتعالى كرم العباد حتى وهم عراة فهو كرمهم. إذا التكريم هو فعل جميل بين العباد، ونحن نكرم اليتيم حتى بمسحة على رأسه أو ابتسامة وكذا. أنا سأعتبر التكريم من هذا القبيل، وأعتبره تشجيعا، وأعتبره عبارة عن كما قال الفيلسوف المعرفة تذكر والجهل نسيان. أنا أقول التكريم هو تذكير بأن نواصل البحث ونواصل العمل. أنا سعيد جدا مرة أخرى أمام هؤلاء الإخوة الطيبين الكريمين في هذه المنصة. امتدادات أنا سأسميكم واسمح لي أنكم امتداد
جميل لسيدي عبد الله قنون ليس امتداد أسري فقط، وإنما امتداد له ما له. طبعا الحضور الكريم كذلك أختم بدعوة ووفقنا الله وإياكم جميعا في هذه الأيام المباركة، وشكرا جزيلا للإخوة في الجمعية على هذه الالتفاتة الطيبة التي تخجلني حقا، تخجلني، والحمد لله رب العالمين. نبدا حول هذه الندوه كيفاش مرات تفاعل الحضور كيفاش كانت الأستاذ ديالنا ولا في كلمه اليوم كنا في ندوة اللي تمحورت حول سيدي عبد الله قنون العلامة المغربي صاحب النبوغ المغربي في الأدب العربي ومؤلفات كثيرة، وعالم من العلماء الأجلاء في المغرب. كان حسن اختيار هذا الموضوع لأن الرجوع إلى هؤلاء العلماء والنبش في الذاكرة العالمة أمر ضروري، خصوصا نحن نستحضر هذه الأجواء الرمضانية في العشر الأواخر اللي ربما تفسر ما نقوله في أصول الفقه وهو ربط العلم بالعمل، فنحن هنا في العمل والعلم معا. إذن هذا عمل نافع لأن فيه نبش في ذاكرة روحية، ذاكرة معرفية وعلمية. كان الدكتور أحمد طرمش موفقا في إحاطته بجوانب مختلفة من سيرات وأعمال وتجربة وعلم الراحل سيدي عبد الله قنون. أفاد كثيرا في هذه المداخلة، بحيث استهل الحديث عن انتقال الراحل من مدينة فاس إلى طنجة، وتعتبر لبنة مهمة تنضاف إلى طنجة بتجربته وحضوره الوازن، ثم عرج على جوانب مهمة من تأليفاته وما إلى ذلك. عموما مرة أخرى نحب مثل هذه الأنشطة أن تتكرر، والشكر كل الشكر لجمعية حماية الأسرة التي كانت هي الجهة المنظمة، ودائما عهدنا فيها حسن اختيار للمواضيع وللمتدخلين. نشجعهم ونشكرهم كثيرا على هذه المجهودات التي يقومون بها، وأقول أنهم يستحقون كل الدعم وكل العناية وكل التشجيع. اللي اهم هو التواصل. بحال اللي قلت انا حفيت وكان انسان علام ومثقف وانسان طبيعي في مزيانه هو حسن اللي كيجي عنده كيجلس معاه في فوق هاي الدور كاين في شهادة سيدي أحمد الرحماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، يعني اليوم فرحة ما بعد فرحة، واحد الحضور، واحد الإحساس، واحد النشوة اللي يعني عجز الإنسان عن الوصف ديالها. علاش؟ لأن شكر هذا الإخوة الكرام، أشكرهم هذا العبد المدني، هذا التكريم في الحقيقة أنا أكثر من 20 مرة، ولكن كاين فرق بين التكريم والتكريم متميز، خصوصا أنه كيجي خصيصا بعدها في هذه الليالي العشر ديال رمضان، يعني ليالي مباركة كنسعشوا فيها القبر وهذا الأمل الحقيقية عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا التكريم كيدفع ليه هذا النوع من الجمالية والنوع من الروحانية والنوع من القدسية، وكذلك ما فتنش أنه كتربط بين فطاحلات الفن وفطاحلات الأدب والإعلام
خصوصا هذه الشخصيه الكبيره التاريخيه الفذه الفقهيه ديال عبد الله غنون، يعني العلامه عبد الله غنون، والاسره ديالو كريمه. وكذلك ما يفوتنيش ونشكر كل واحد باسمه وصفاته، الحضور اللي حضروا وجاو لي فرحانين انهم يأجروني ويحضروا معايا على التكريم، وانهم يعبروا لي على مدى الفرحه ديالهم مدى الاستجابه ديال الدعوه. كيتفضلوا مشكورين. ما غنقدرش يساعد كل واحد بالاسم ديالو، ولكن انا كنعمل يعني جزيل الشكر والثناء لكل واحد جا ويعني كلفوا الوقت انه يعني بحال هذا اليوم صراحه الله صاحب اليوم مشمس يعني كبير وصعيب. والحمد لله اذا دار شيء يدل على ان مازال الحقل الثقافي والحقل العلمي التربوي والحقل الفني والابداعي مازال بخير الحمد لله. مدينه تطوان معروفه عبر التاريخ بهذه السمات، انها هي مدينه فنيه تراثيه علميه سينمائيه، يعني المواهب كامله. فهمتي الوحيده كتفرد بها شمال المغرب كتفرد تطوان بهذا الميزان. وباش ما نطولش عليكم كنشكر كيفاش نشكر رئيس الجمعيه الاسره السي صالح محمد علي بن الحاج على هذه الاتفاقات القيمه وهذه التضحيات وهذا يعني التواضع التام. وقد عرف اجتمع فيما تفرق في العراق رجل عنده واحد المكانه ديالو تواضعا وقيمه، والاخ حتى هو معنا. ومن ثم يفوتناش على نشكروا الصديق الدكتور احمد الطرماس بفرحه الدريسي صديق ومقتدر ويعني السيد ديالو ومتواضع فيما كان يتصل باخوانه بالطلب. وشكرا لكم. أحمد طماش الغني عن التعريف وعلى عرضه الذي قام به عرضا جيدا، وأشكر جميع المساهمين في هذه الجمعية التي قاموا بتنظيم هذا. راجية من العلي القدير أن يديم علينا نعمة هذه اللقاءات العلمية الهادفة وكذا اللقاءات الثقافية والأدبية التي سرنا في أمس الحاجة إليها في زماننا الراهن، وذلك بتسليط الضوء على أرقى الشخصيات التي أحدثت الفرق في هذا العالم سواء في حاضرها أم في حاضرنا اليوم. وهذا ما ينطبق على علامتنا وأديبنا عبد الله غنون طيب الله ثراه. وإن أمعنا النظر في عينيه فسنكتشف حينا انعكاس مدى قوة إصراره وصرامته وعزيمته في إحداث الفرق وتحقيق النجاح عن جدارة واستحقاق والثقة بعد الإيمان بقولة قد تختلف عني ولكنك لا تخالفني، بل أكثر من ذلك إن اختلافك عني واختلافي عنك أدى في الأخير إلى ائتلافنا معا، والنتيجة أننا نجحنا في ترك الأثر الجميل والجليل في ذات الآن. هو الفقيه والأديب والسياسي المتمرس الذي لم يغتنم طوال حياته اقتناص الفرص المدنسة ولا المساس بالثوابت المقدسة، كيف لا وهو سليل العلماء والشرفاء الأدارسة من جد ووالد متشبعين بإرث علمي على منوال مدينة فاس. هو الجامع بين العلوم الدينية واللغوية والمتقن للمناهج السياسية. هو المشرف على جرائد ومجلات ومؤسسات حتى إذا جاءوها فتحت، حتى إذا جاءوها وفتحت. هذاك الوقت ماشي نعمل قربانة.
إن رحمة ورحمتي وسع، إن رحمة الله قريب، قش قريبة. أيوة اللغة العربية. هذا سيدنا في محمد أنا عارف كان بندلك في الشيء، ولكن في النقاش باش نحتاج. بمعنى أن العربية لا بد منها. تفطن سيدي عبد الله بن بهذا الخطر الدهم الذي يتهدد لغة المغاربة وهوية المغاربة، فتجلد لذلك. وأول ما فعل أنه دشن مدرسة حرة، أصدر مجلة دينية شهرية على مر الأزمنة على مر الأسر التي تعاقبت على حكم البلاد، كما يميت مثال عن بعض الجوانب السياسية التي اكتنفت الإنتاج الفكري والأدبي. آخر محور باختصار عشان نطول شوية. عبد الله بن نون عالم بأمة. عبد الله بن نون، سيدي عبد الله بن نون عالم بأمة، هو العالم المفكر، أحد أعمدة اللغة العربية في الوطن العربي والإسلامي، ساهم في إرساء قواعد النهضة العلمية والأدبية. سيدي عبد الله، أنا هنا يعني لن أضيف شيئا إلا بعض التساؤلات. نحن من الجيل الذي أدركنا سيدي عبد الله. الرجل توفي سنة 9 يوليو 1989 وأدركناه ولكننا لم نجالسه ولم نراه مع الأسف، على العلم أننا منذ الصبا ونحن نسمع سيدي عبد الله بن زوج عمتي الشريف الوزاني الله يرحمه كان صديقا لسيدي عبد الله بن وكان يتحدث عنه يعني في كل صغيرة وكبيرة. وكنت أسمع من الرجل الذكرى الحسن بلاد العالم من أعلام يعني بلادنا. وأنا لدي تساؤلات. الجيل الذي أدرك سيدي عبد الله بن نون يعلم أنه عاش في الصحراء لما هاجر إليها سنة 1923 وسكن في باب السعيدة. أنا أحب أن أحقق مسكن الرجل في باب السعيدة. علمت أنه سكن باب السعيدة ولكنني لا أعلم المكان. حبذا لو من الفضلاء من يستطيع أن يحقق لنا يعني المسكن الذي سكن. المعلومة وصلتني من الفاضل السيد عبد الله، هو الذي أمدني بهذه المعلومة، ولكنني مع الأسف لم ألتقي به لكي أحقق هذه المسألة. هذا في نفس المسألة. لما حدثت صديقا أنني سأحضر ندوة حول الإسلام فقال لي الرجل قتل بعثا. نحن نعلم أن سيرة الرجل وأعماله تختلف كثيرا، يعني المساحات التي ما زال البحث العلمي أن يشمر على الساعي لكي يبحث عنها ويحقق. مثلا نحن نعلم أن الرجل حصل على دكتوراه فخرية. ينبغي أن نحقق هذه المسألة. الرجل ترجم كتابه إلى الإسبانية تحدث عنه المغربي. هذه مسألة لا تحتاج إلى دراسة وتحقيق. أن يقال إن الرجل قتل بعثا هذا يعني من باب الجهل وعدم الإحاطة بالخريطة الثقافية والبحث العلمي الخاص بالرجل. أنا اعتزت الذي يعني عرفت الرجل، قرأت للرجل، والغريب في الأمر أن صلتي بالرجل ازدادت رسالة علمية تتعلم اشتغالي بالرجل. أفكار مشكلة ودات سيدي عبد الله بن نون إلى هذا الرجل، وهذا الرجل عاش في 26 سنة. إذا هناك صلة بين الرجلين. هذه الصلة ينبغي يعني غير معروفة في سيرة الرجل، ربما نحققها في مكتب الأيام
شخصية متعددة الأبعاد، يعني كل بعد يتعطى ما يستحق. على حال الندوة الحالية كان فيها نقاش متأهل كعادته في الإحاطة بمجموعة من الجوانب التي استطاع من خلالها أن يسلط الضوء على هذه الشخصية الكبيرة. فقط أن لدي بعض المشكلات في معرض الحديث عن هذه الشخصية في الشق اللي يتعلق بالتاريخ للأدب المغربي، وبالتالي جاء في معرض حديثكم الحديث عن الكتاب ديال المستشار كارل بوكلمان فيما يخص تاريخ الأدب العربي. هنا أظن أن هذا الكتاب هو تاريخ الشعوب الإسلامية. بالنسبة لتاريخ الأدب العربي هذه الحالة الفخورة، هناك بعض في إطار التصويت بالنسبة لجوج كتب، لأنه ورد الحديث عن تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بوكلمان على أنه هو تاريخ الأدب العربي، وبالتالي تاريخ الأدب العربي هو بالنسبة لحنا فخورة. هذه نقطة لابد من الإشارة إليها. مسألة أخرى تتعلق يعني بالتاريخ لهذه الشخصية. معلوم أننا إذا كنا نعلم أن تاريخ ولادته فهو معروف، فتاريخ وفاته فربما هو 9 فلوس، بالتالي لم يتم الإعلان عن في حينه. وأنا أعلم جيدا أنه في هذا اليوم تم تأجيل الإعلان عن خبر وفاته. بطبيعة الحال الأسباب كنظن معروفة، ويعني عائلة الفقيد ممكن أنها يمكن تذكر معنا أنه لم يتم الإعلان في ذلك اليوم، وإنما يوم بعد. الأسباب كنظن نظرا لأن الإعلام المغربي كان آنذاك تحت وصاية وزارة الداخلية والضيف الإسرائيلي إلى آخره، وبالتالي المسألة هذه أثارت نوع من الإشكال حينئذ. إلى أي حد يمكن الاعتبار أن هذه اللحظة التاريخية كانت فعلا حدث ما حدث، وما هي أسباب ذلك؟ أولا أنوه بالجهة المنظمة التي كان اختيارها اختيارا كبيرا موفقا وعظيما. الذاكرة لا أسمي سيدي عبد الله بن هو قطعة من ذاكرة الأمة وليس المغرب فحسب، وهو الذاكرة الإنسانية بصفة عامة، لأن عندما نخدم الإنسان تكون الرسالة مفتوحة كونيا. وعندما ننظر إلى الأشياء من زاوية شرعية وعلومنا الشرعية أقول إنه عقل من عقول الأمة ونفس شهيد لأنه واتقى وترك أثرا مكتوبا. أستحضر ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال العلم، وهذا العلم الحقيقي ليس المكياج أو أشياء أخرى، العلم يقول الإمام الشافعي الانفتاح على جوانب مهمة في الحضور. أهنئك على هذه الطاقة التي منحك الله إياها، وتحية للجميع، وتحية خاصة لأهل سيدي عبد الله بن نور. وأنا كنت ألتقي بسيدي عبد الصمد العشاب، كان حبيب رحمه الله، كنا نكتب معا في جريدة الشمال، فتحية للجميع. الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الواقع أنني أحيي جمعية المقال التي نظمت حماية الأسرة، التي نظمت هذه الندوة حول شخصية علمية رائعة من شخصيات التي خرجت من ربوع المغرب. شخصية الأستاذ عبد الكريم عفوا عبد الله بن نون تعرفت عليه في سنة 1954 مع والدي رحمه الله، لأنه كان صديقا لسيدي عبد الله بن نون. وبالفعل كان سيدي عبد الله بن نون يسكن بالسعيدة في عمارة العقبي بن نون، يعني في نفس العمارة ديال المنتمية للإسمية. هناك كنا نزوره في هذا المنزل الفخم، والرجل منكب على الآلاف من الكتب، يقرأ يبحث يدرس إلى آخره. الواقع هو أننا إذا أردنا أن نعرف شخصية عبد الله بن نون يجب أن نقيم الوطنية الحقيقية لعائلة بن نون، لأنه تعلمون أن عائلة سيدي عبد الله بن نون انتقلت إلى مدينة طنجة في 1914 فترة احتلال المغرب.
بلاد المغرب ابتداء عام 1913. عائلة جنون عائلة علمية بالدرجة الأولى، مشهورة في فاس بعلمها بعلمائها بتراثها الفكري الحضاري الوطني إلى آخره. فسيدي عبد الصمد جنون والد سيدي عبد الله جنون تفضل للدور الاستعماري الذي أراد فرنسا أن تبدأ به من مدينة فاس وهي محاربة العلماء. فلما تفضل سيدي عبد الصمد جنون لهذه المؤامرة المدبرة ضد علماء مدينة فاس انتقل إلى مدينة طنجة. ولماذا مدينة طنجة بالضبط؟ مدينة طنجة لأنها في سنة 1925 تحولت إلى منطقة دولية يحكمها 6 دول أوروبية. لذلك سيدي عبد الصمد جنون لما انتقل إلى طنجة أراد أن يفرض في مدينة طنجة نفوذه حتى على الفرنسيين ليتحرر من مؤامراتهم المدبرة ضد علماء مدينة فاس. ونحن نعرف الموقف ديال علماء مدينة فاس من الاستعمار الفرنسي، يعني ابتداء من قراءة اللطيف إلى آخره، محاربة العلماء، اعتقال العلماء في مدينة فاس، نفي الزعماء السياسيين العلماء عند الفاسي، مطاردة الشيخ مكي الناصري. فمجموعة من العلماء انتقلوا إلى مدينة تطوان تهربا من الاستعمار الفرنسي، لأن العدو الذي لفرنسا كان هم علماء المغرب، كانوا يحاربون فرنسا بالقلم أكثر من السلاح. وحقيقة أن دور القلم يلعب دورا نضاليا كبيرا. المهم أن سيدي عبد الله جنون لما اقترب عجيبا جدا، الرجل كان موسوعة علمية نابغة. فسيدي عبد الله جنون هذا العلم ديالو مدينة طنجة لم يكن فيها العلماء كثر، انتقل إلى مدينة تطوان وسكن هنا سنين عددا في مدينة تطوان. لماذا؟ لأنه في رحاب جامعة القرويين تعرف على الفقيه محمد داود، على الفقيه الزواقي، تعرف على مجموعة كبيرة من العلماء الآخرين الذين درسوا معه في جامعة القرويين. فوجد في هذه المدينة مدينة تطوان صدى طيبا ورحبا من العلماء من أصدقائه. والأستاذ محمد داود له كتاب فريد من نوعه، وهي الرسائل المتبادلة بين الفقيه محمد داود وسيدي عبد الله جنون. كيف أشكركم جميعا. هذه النقطة بالذات أتقدم بخالص الشكر والامتنان والتقدير لكل من آمن بي وبقدراتي وبكلماتي إلى جمعية حماية الأسرة بشخص السيد محمد علي بالحاج على تشريفي بهذا التكريم الذي أسعدني بكل ما في الفعل من معنى. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على وجوب أن أتحمل مسؤولية أكبر في المضي قدما نحو الأمام بإذنه تعالى. وشكرا لكم من كل أعماقي، وتفضل بكم وأربطكم بأنكم من سلالة السيد عبد الله جنون رحمه الله.